بقالي فترة صغيرة كده قلت اعمل مشروع كده صغير على قدي ابدأ بيه، مشروع تتبيلات. يعني اللي عايز حاجة يتبلها يجيبها لي، او مثلا تسويات اكل، اي حاجة يعني بعملها ان شاء الله بإذن الله. فاوردر النهاردة بقى جالي اعمل كفتة واعمل برجر. فبدأت كده أول حاجة بسم الله على بركة الله، وقسمت اللحمة عشان خاطر هعمل بيها كفتة وهعمل بيها برجر. بعد كده حطيت على كل علبة بيكنج باودر. تمام، علشان البيكنج باودر بيساعد ان اللحمة تنفش طبعا زي ما احنا متفقين مع بعض. وعملت بطريقة البرجر العادي، وعملت بطريقة الكفتة اللي انتم متعودين بيها معايا. طبعا بالنسبه للكفته انا بسيب البصله تتصفى. وهنا دي البصله بتاعه البرجر، خليتها زي ما هي ما صفتهاش. حطيت بيض في البرجر، بنحط طبعا بيض احنا عارفين. وفي طرق كتيره جدا للبرجر طبعا، مختلفه كتير، فدي طريقتي اللي انا بعمل بيها. حطيت البيض، وبعد كده حطيت البصل، وحطيت البهارات بتاعتي، وحطيت البقسماط علشان يمسكها شويه. وهبدا اللي انا اعجن فيها، وهسيبها بقى كده شويه تتبل مع نفسها. هاجي هنا اللي انا اجهز الكفته. جبت البصل المبشور، طبعا مفروم كويس جدا. صفيته، اخدت الميه بتاعه البصل، وهحط على ميه البصل زيت. وبدات اللي انا احط البصله المبشوره المتصفيه ميتها على اللحمه المفرومه. وبدات اللي انا اعجنها كده مع البهارات. لقيتها محتاجة شوية بقسماط انها تمسك شوية، حطيت شوية بقسماط علشان انها تمسك معايا. وطبعا اللي عايز طريقة البرجر والكفتة يدخل عندي على الصفحة هيلاقيها منزلاها كتير جدا. دي مية البصل زي ما حضراتكم شايفين كده. جبت المسن وبدأت اللي انا حطيت عليها شوية زيت طبعا. بعد كده جبت المسن وبدأت اللي انا اصبع الكفتة وارصصها في العلب. هنا خلاص الكفتة بسم الله ما شاء الله جاهزة اهي معايا. وهجهز هبدأ اللي انا اجهز البرجر. طبعا البرجر بيتحط يا في مكبس يا اما في غطا علبه زي ما احنا متفقين، علشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا نشكله. فطبعا هنا بيبقى على حسب انتوا عايزين ايه. يعني في ناس بتحب البرجرايه كبيره كده، وفي ناس بتحبها صغيره. تمام، فانا عملت الصراحه الاتنين، عملت شويه كبار وشويه صغيرين. وخلص معايا اوردر النهارده. لو عايزين فيديوهات من دي بتاعه الاوردرات اللي بتجيلي اصورها لكم، اكتبوا لي في الكومنتات. واهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.